بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على الخير وفي الخير دائما نلتقي في صالون همسات الوادي الشيخ الشاعر أيمن إسماعيل. شكرا لمن ساندنا من البداية وحتى الآن. نتمنى أن نستمر بكم وأن تستمر مسيرة الصالون بتوجيهاتكم ودعمكم المستمر. كل مبدع، كل مبدعة، كل أستاذ نتعلم منه، ندين لكم بعد الله عز وجل بالفضل، فشكرا لكم جميعا. شكرا لبيت ثقافة وادي النطرون ومديره الأستاذ الفاضل وائل الشبكي وجميع العاملين ببيت ثقافة وادي النطرون. شكرا للدعوة الكريمة من الشاعر الكبير محمد الروبي. تحية الشكر وتقدير لكل من شرفنا بالحضور وأضاء لنا نورا في قلوبنا حين لبى الدعوة. نلتقي معا ننهل جميعا من عبق الحروف وسحر الكلام. نتمنى من الله عز وجل أن تستمر لقاءاتنا نستمتع بما تفيض به أرواحكم النقية. لا يسعنا إلا أن أشكركم جميعا أن جمعنا الله بكم صحبة الخير. تحية من القلب لكل من حضر، ونلتمس العذر لكل من منعته ظروفه أن يشاركنا اليوم. وددنا لو نهديكم أغلى ما عندنا ولم نجد إلا دعوات من أرواحنا إلى أرواحكم النقية. لكم منا جميعا كل الحب والاحترام والتقدير. ولا ننسى أن نشكر الغائبة الحاضرة الشاعرة مشيرة مفتاح منسقة الصالون، والتي ندعو لها أن تعود إلى أرض الوطن بسلام. والآن اسمحوا لنا بتقديم ضيوف المنصة. هي سفيرة النوايا الحسن الأمن والسلام العالمي، حاصلة على ليسانس الحقوق، مديرة فرع البحيرة لمؤسسة الوطن العربي للتنمية البشرية وخدمة المجتمع. الكنز مش في المال، الكنز يا سيادنا موجود في حب الناس. كان رد عم الشيخ لما بقول قل لي، قال لي سهير الشيخ. رحبوا معي جميعا بالأستاذة سهير الشيخ. هو أديب وشاعر غنائي، رئيس نادي أدب قصر ثقافة برج العرب، رئيس الصالون الثقافي لجمعية الجدار المتين، رئيس اللجنة الثقافية بنادي برج العرب الرياضي، عضو مجلس إدارة صالون همسات الوادي الشقي. الأعمال ديوان وغنى الطير، ومن بعض أعماله المغناة لملمينة، صنيورة، توزيع ياسر فاروق. تحت الطبع دموع القمر ديوان، الذراع البحري رواية. للشعر والقافية والكلمة والمعنى قادر يكون فنان. ولما عليه بسأل قالوا يا ناس سلطان. رحبوا معي بالشاعر الكبير يسري سلطان. شكرا جزيلا. هو عضو اتحاد كتاب مصر، محاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، عضو رابطة شعراء العامية المصرية، عضو مؤسس لنادي أدب كفر شكر، عضو مجلس إدارة نادي أدب كفر شكر 2016، عضو مؤسس للعديد من الصالونات الأدبية، عضو مؤسس سلسلة شراع الأدبية كفر شكر، مدير تحرير مجلة سنابل الإبداعية الأدبية ثقافة كفر شكر. شارك في كتاب طرح البرتقال رابطة أدباء شمال القليوبية. مثل القليوبية في العديد من المؤتمرات الأدبية خارج الإقليم. نشرت أعماله في العديد من المجلات الأدبية. الجوائز: المركز الأول شعر فصحى مسابقة إبداع القليوبية عام 1995. المركز الأول شعر فصحى إبداع القليوبية عام 1999. أعمال صدرت للشاعر: خريف البنفسج شعر فصحى، دموع الإبر الشيني شعر عامية، خرابيش فوق جدار الزمن شعر عامية، عندما يبوح الجميز شعر عامية،
كتب تحت الطبع، ترنيمة الوتر الحزين شعر فصحى، صفحات من دفتر الشواف شعر فصحى، غناوي الفاس شعر عامية، محاكمة صلاح الدين مسرحية شعرية عامية مصرية، حلقات مسحراتي 2016 شعر عامية. بدران في يوم افتكر أدهم ده دقميري، سرسب شباكه بهبل فاكر يصيد طيري، قطعت كل الشبك ده السبع مش للصيد، وقلت له يا غبي تخدع بها غيري. رحبوا معي بالشاعر الكبير بهجة الدقميري. هو حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة جامعة عين شمس، بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال جامعة القاهرة، عضو عامل بنادي أدب قصر ثقافة القناطر الخيرية، عضو مجلس إدارة نادي أدب قصر ثقافة القناطر الخيرية في أكثر من دورة متفرقة، مؤسس صالون همسات الشاعر أيمن إسماعيل الأدبي، حاصل على العديد من التكريمات والأوسمة من العديد من الملتقيات والمهرجانات الأدبية على مستوى الجمهورية، كرم العديد من الشعراء في صالونه، تم ترشيحه ومشاركته في المؤتمر الأدبي لعام لأدباء مصر عام 2015 لنادي أدب قصر ثقافة القناطر الخيرية، صدر له ديوان الحلم شعر عامية عن سلسلة كتاب نون، شارك في مهرجان الشعر الثالث بالمملكة الأردنية الهاشمية نوفمبر 2016. كما أحب أن أقدمه، واسمحوا لي، يخرب بيت قلبك يا منيل، قلبك عين ممكن يفتح نفسه في ثانية، عايز صيته يلف الدنيا، حتى عيونك لما تشوفني بتبان فيها حتة لمعة هتجنني، بس بحبك، عارف ليه؟ أصلك مني. رحبوا معي بالشاعر الكبير أيمن إسماعيل مؤسس صالون همسات. يخرب عقلك كل ده. مالك يا بيبي؟ والآن ندعو الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن وعلى ما فقدنا من الشعراء والنقاد هذا الشهر، الفقيدة الشاعرة هيام الجمل والشاعر طاهر البرنبالي. انتهى. والآن مع كلمة بيت ثقافة وادي النطرون والأستاذ الفاضل وائل الشبكي مدير بيت ثقافة وادي النطرون. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا ما بعرفش اتكلم من ورقه، بس ليه الكلام يطلع لوحده. اولا انتم منورينا ومشرفينا في مكانكم اللي احنا ضيف عليكم فيه. دي بدايه جديده واول مره ان احنا نعمل صالون ثقافي في بيت ثقافه وادي النطرون، صالون الاستاذ ايمن اسماعيل الشاعر الكبير، وان شاء الله في قصر ثقافه وادي النطرون الجديد اللي هنستلمه كمان حوالي 3 شهور هيبقى اول صالون ثقافي هيتعمل فيه صالون الشاعر ايمن اسماعيل. طبعا بشكر كل الساده الحضور، بشكر مجموعه العمل المتطوعه معايا دايما في بيت ثقافه وادي النطرون، اللي انا دايما في اي مناسبه لازم ادين ليهم بالفضل، لان هم انا من غيرهم ولا حاجه. الحمد لله احنا وصلنا لنجاح خلال الفتره اللي فاتت، نجاح غير متوقع، شغالين بجهود اقل من الذاتيه،
مفيش دعم من اي مؤسسه سواء مجموعه متطوعين. طبعا بنشكر سياده السفيره على دعمها لينا تحت شعار مؤسسه الوطن العربي للتنميه البشريه وخدمه المجتمع. معلش عشان الناس موجوده، في ناس ما تعرفش الحدوته بتاعتنا. احنا عندنا حدوته صغيره كده هلخصها لكم في 5 دقايق، معلش استحملوني مش اكتر من كده. اسمها حدوته القصر المهجور. قصر ثقافه وادي النطرون او بيت ثقافه وادي النطرون من سنه 92 كان ما هو الا مقلب زباله. والناس اللي حاضره من وادي النطرون عارفين الكلام ده كويس. فانا حلمت حلم صغير كده وانا قاعد وانا نايم وانا صاحي، مركز الابداع الفني والثقافي وادي النطرون او قصر ثقافه وادي النطرون. طبعا انا عاوز اشكر واحد هو مش موجود معايا هنا، هو صديقي وبيعز عليا قوي وصديق معايا على الفيس، اسمه جمعه المصري او جمعه سعيد المصري. الجمعه ده كان يعني سبب من اسباب بناء قصر ثقافه وادي النطرون. ازاي؟ جمعه اول واحد انتقدني لما قلت معا لانشاء قصر ثقافه وادي النطرون. قال لي يا عم خليك في مقلب الزباله اللي انت عايش فيه، خليك في بيت الزواحف يا عم. قصر ثقافي دي وكلام فاضي. الكلام ده خدته تحدي وعندي وقلت انا لازم اعمل قصر ثقافه يليق بوطن الفلاح الفصيح وادي النطرون. جاهدت حاربت، وقفت في وش رؤساء مدينه، حطيت في دماغي ارض معينه من اخدها اعملها قصر ثقافه. الحمد لله اخدتها 4000 متر في مكان استراتيجي كان عليها عين من كل الناس. بدات اتكلم مع رؤساء المدينه، كان في خلاف بيني وبين رئيس مدينه سابق، كان بيننا وبين بعض زي ما بيقولوا كده مطارق الحداد بسبب الارض دي، لانه كان عاوز يعمل عليها محلات ويعمل لنا اوضتين و3 كده جوه يبقوا قصر الثقافه. انا كان حلمي ان قصر الثقافه يبقى مركز للاشعاع الثقافي، سينما ومسرح وقاعات تكنولوجيا ومكتبات عامه للطفل، كل حاجه. كان محافظ البحيره قبل كده اللي هو مصطفى دود، كانت نفس القصه معاه، دخلت معاه ووصلت لمعايا خناقات يعني كان فاضل شويه ونمسك في بعض بسبب ان انا بعمل مصلحه لوحدي. بعد كده طبعا ما فيش، كل واحد يقول لك يا عم انت بتعمل ايه؟ انت بتحارب في طريق صعب، الارض دي ما حدش هيديها لك. رحت النائب بتاع المنطقه ونائب البلد الحاج عطيه، في يعني ناس بتتكلم معايا دايما بيقولوا لي الحاج عطيه انا بتكلم في مجال الثقافه، انا بتكلم في نقطه معينه، هل الراجل ده خدمني في المجال بتاعي ولا لا؟ بس رحت له قال لي قدم طلب لتخصيص الارض. قدمت طلب باسمي رغم ان انا ما كنتش مدير موقع في الوقت ده، باسم رئيس اللجنه. فبعد اسبوعين لقيته بيتصل بيا قال لي الطلب ده ما ينفعش، لازم رئيس الفرع بتاعك يقدم للمحافظه والمحافظه تبعت لمجلس المدينه وهم يخصصوا. عملنا القصه دي، خدت وقت، الحمد لله خصصنا الارض ودخلنا في موضوع ان احنا ننزل ميزانيه، برضه نفس القصه. الراجل مشهور قدم طلب احاطه لوزير الثقافه ونزل لنا ميزانيه كانت 13,600,000 وزادت ل 18 مليون بعد التوسعات اللي احنا طلبناها بتوطين القصر والحاجات دي كلها. هي دي الحكايه مبسطه. طبعا انا بشكر الوزير السابق الدكتور عبد الواحد النبوي، أول وزير ثقافة في مصر يتواصل معانا مباشرة عن طريق التليفون ويشوف مشاكلنا إيه ويحاول يحلها لنا. والراجل ده لو كان موجود في الوزارة حاليا كانت ميزانيتنا مش هتبقى 18 مليون، كانت هتبقى 60 و70 و80 مليون جنيه. بشكر جميعا. النهارده احنا معانا برضو شخصيات كتير يعني مش عاوز انسى حد. بشكر الدكتور مصطفى زيكو النهارده، يعني يعتبر اليوم ده انا بهديه تكريم ليه على جهده المشكور في مدينه وادي النطرون خلال 2 عمل فيها مدير مستشفى وادي النطرون المركزي وطلع على المعاش خلال الاسبوع الماضي. فاحنا بهديه ليه. منورنا يا دكتور وبالتوفيق في الحياه المقبله ان شاء الله.
بشكر السادة أعضاء المنصة، بشكركم انتوا سمعتوا كان في سعة صدر ان انا اتكلم كل الكلام ده كله. شكرا ليكم، منورينا في مكانكم اللي احنا ضيوف فيكم عليه. شكرا. نشكر الأستاذ وائل الشرفي مدير بيت ثقافة وادي النطرون. يبقى كان نواتي البلد قول لي الخناقة على إيه؟ دي قيمتي في محبتي ورضا الكريم قبليه، لعيني على نقطتك والطب والغدر مالي فيه. أنا كل غرضي يا شيخ قبل القلوب ما تشيخ، إني أفيد الناس كل اللي يزرع خير رب العباد يرضيه. لعدت عاتبك يوم ولا هسألك طب ليه؟ والآن ننتقل إلى كلمة المنصة وكلمات مختصرة. نبدأ بالشاعر أيمن إسماعيل مؤسس صالون همسات الوادي الشاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هي سعادة لا توصف أن أكون في بيتي. وادي النطرون هو بيتي، فيه أهلي وأصدقائي. وأهل وادي النطرون هيعرفوا اللي هقوله. أنا واحد من عائلة الشيخ عبد الوارث بيومي عمران رحمه الله، ولقد عاش رحمه الله إلى أن توفاه الله في وادي النطرون. وهناك الكثير والكثير من أبناء الوادي تربوا وتعلموا وحفظوا القرآن على يده، رحمة الله عليه وبركة في أبنائه وبلاده. قال الشكر وتقديري للشاعر محمد الروبي على هذه الدعوة الكريمة، وشكري وتقديري للأستاذ وائل الشكري مدير بيت ثقافة وادي النطرون وكل العاملين بالبيت على توفير هذه الضيافة للصالون وضيوفه. ولا أنسى تقديم الشكر والتقدير للشاعر أبو عمار علاء مبروك، لأنه كان أول من فكر في دعوة الصالون لوادي النطرون، وإن لم نستطع وقتها تلبية الدعوة. كل الشكر والتقدير والاحترام لكل من شرفنا بالحضور. لا أريد الإطلاع عليكم، فأنا مشتاق لأنهل من قيد إبداعكم ونقاء أرواحكم. لمكانة وادي النطرون في قلبي ولمكانة ضيوفي الذين حضروا معي وشرفوني، فقد اخترت أن يكون إعلان أول مجلس إدارة لصالون همسات الوادي الشاعر أيمن إسماعيل من على هذه المنصة. اعتدتم أن صالون همسات الوادي الشاعر أيمن إسماعيل أعتمد فيه على مجهودي ومجهود الجارية مشيرة مفتاح والراقي صالح رجب. لأول مرة منذ تأسيس الصالون أعتمد فيه على مجلس إدارة يدفع عجلة الصالون لما فيه خير بالثقافة والإبداع إن شاء الله. الشاعر أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الصالون ومؤسسه. الشاعر يوسف سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة. الشاعرة الغائبة الحاضرة المشيرة مفتاح عضو مجلس الإدارة والمنسق العام للصالون. الشاعر صالح رجب عضو مجلس الإدارة. الشاعر عصام عبد المحسن عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي ومسؤول العلاقات العامة للصالون. الشاعر محمد طنطاوي عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني للصالون. الشاعر مجدي بالخير عضو مجلس الإدارة والمنسق الإعلامي للصالون. الشاعر محمد عاطف عضو الصالون. الشاعر محمد علي السنباوي عضو الصالون. وقد استقر الرأي بالإجماع على تعيين القاص والشاعر محمد مصطفى الهلالي رئيس شرف الصالون. أتمنى أن يوفق الله الجميع لما فيه خير الثقافة والأدب ورقي وطننا الجميع. قبل نهاية كلمتي هنئوا معي الشاعر عصام عبد المحسن والشاعر مجدي بالخير
بعيد ميلادهم وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا سلطان، كل سنه وانتم طيبين. شكرا، شكري وتقديري ومودتي لكم جميعا. مكي وعصابك يجيبوها بقى. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما على الحب وأن يحفظ مصر على الحب والتورته تحت ماشي. ايوه التورته. هو ينفع حلو ياكل حلو؟ طبعا. مرحبا بكم جميعا. والآن ننتقل إلى كلمة الشاعر بهجة الدقمي. كل سنة وانتم طيبين. بيشرفني جدا إن أكون بين نخبة من أساتذتنا ومعلمينا في مجال الأدب. للمرة الأولى باجي وادي النطرون. هي قطعة من أرض مصر تهفو إليها النفس دائما، وهي ملء السمع والبصر، ولكن لبعد المسافة لم تسعفنا الظروف ولا تساعدنا الأيام على طول العمر لزيارة مثل هذه المناطق وهذه المرة الأولى، ولذلك بتقدم بشكر كبير جدا للصالون ومؤسسة الوادي الشقي للشاعر أيمن إسماعيل على إتاحة هذه الفرصة الجميلة للقاء الكثير من الأحبة الذين التقينا بعضهم في بعض المؤتمرات الأدبية والبعض الآخر الذي شرفت بمعرفته اليوم أو لقائه اليوم. فكرة الصالون فكرة أكثر من رائعة، وأتمنى ألا تكون مجرد فكرة كاتجاه موازي لحركة الثقافة. فحركة الثقافة لا تحتاج أي مصالح حكومية ولا مؤسسات ولا منظرين. حركة الثقافة بتعتمد على الأشخاص. الشاعر والأديب بصفة عامة هو أداة لإيصال الثقافة لأهلنا وشعبنا الجميل المتذوق. فكرة الصالون فكرة تستحق فعلا الدراسة والبحث على هذا الجهد المقدم من مجلس إدارة الصالون ومن مؤسسيه. بشكركم وبتمنى إن شاء الله أن نستمتع بأكبر كم ممكن من إبداعات الشعراء ونسمع أساتذتنا ونسمع أصدقائنا وأخواتنا في إبداعاتهم الجميلة. شكرا. شكرا للشاعر الكبير بهجة الدقمي. يقول النبي صلوات ربنا وسلامه عليه: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. نسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا وقلوبكم وأن نلتقي دائما على الحب. والآن مع كلمة الأستاذة سهير الشيخ، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل الضيوف الكرام. أهلا وسهلا بصالون همسات الوادي الشقي، مجلس إدارة وكل أعضاء مجلس الإدارة. نورتوا مدينة وادي النطرون، وأكيد إحنا النهاردة هنستمتع بالرقي الكلمات والإلقاء والإحساس. إحنا في تشوق، وإن شاء الله كمان إحنا في أصوات رائعة، فأكيد هتبقى ليلة هايلة من الفن والإبداع. بداية تواصل إن شاء الله وتعاون ما بين الصالون وما بين بيت ثقافة وادي النطرون لمزاولة أو لعلو الفكر والثقافة بإذن الله. مش هدور على حضراتكم لأن أنا مشتاقة إن أنا أسمع. تحياتي، كل سنة وأنتم طيبين. شكرا للأستاذة سهير الشيخ. والآن مع كلمة الجميل المبدع عضو مجلس إدارة صالون همسات الشاعر الغنائي يسري سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب قد أكرمتنا بمحمد، فهل بعد هذا يا كريم عطاء؟ يا أيها المختار أنت إمامنا وسراجنا الوطاء. ألا تلفتت العيون فلا ترى، منا حملت شريعة سمحاء
ورأت حياتك يا رسول منارة للعارفين للزاهدين للعابدين للشاكرين تحفها الأضواء، ورأتك تسعى كي تعيش مكرما وإليك ما يزهى به الكرماء. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم جميعا هنا في ضيافة بيت ثقافة وادي النطرون. تحية من القلب إلى أساتذتي الأفاضل اللي مشرفينا، الأستاذ حسنين السيد والدكتور مبروك عامر، وكل من هم موجودين من الأستاذ الدكتور مصطفى والأستاذ محمد نافع والأستاذ منتصر، وكلكم جميعا منورنا. وتحية من القلب إلى ابنة قريتي الغالية السفيرة سهير الشيخ. تحية إلى الأستاذ وائل الشرقي، وتحية إلى الأستاذ محمد الشاعر الجميل، وتحية لكم جميعا، وتحية إلى أيمن إسماعيل هذا الشاعر النبيل اللي دايما إن شاء الله في تقدم من أول ما عرفنا بعض من أكثر من 6 سنوات. وأنا بقول له يا أيمن أنت جميل، وإن شاء الله الصالون بتاعك هيبقى أحسن صالون في مصر. تحية لكم وتحية لمجد الخير، وتحية إلى صديقي الغالي اللي نورني بعدما تقابلنا أنا وهو في مؤتمر أدباء مصر، كان في أسيوط، المؤتمر العام لأدباء مصر القدير بهجت الدكميري. وإن شاء الله نستمتع بليلة جميلة مع أساتذتنا اللي هو أنتم، اللي احنا دايما بنتعلم منهم الكلمة. تحية لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. والآن ننتقل إلى فقرات الحفل، وأترككم مع المنصة الكريمة مع تمنيات أسرة صالون همسات بقضاء وقت ممتع دامت محبتنا، ونقولها دوما على الحب دوما نلتقي. أشكركم.